انا ماشي من الرباط او مدينه اخرى. الوالد ديالي تزاد في مدينه قديمه حدا الحليم، قرات تماك كبرت تماك وكملت جامعه قرويين، والعائله ديالي مازال هنا. فانا دائما تنفتخر بمدينه مكناس وتنبعث لها ديما التحايا. فقط يبقى في القلب هو انه عندما تحضر لمدينه مكناس دائما اواجه بشيئين. الشيء الاول وهو وضعيه بنيتها التحتيه، اراها انها لا تتغير، وان الزمن يتوقف في مكناس، لا تغيير في اي شيء باستثناء البنايات التجاريه الى اخره. اما ما عدا ذلك اسف مدينه مكناس بتاريخها الذي لا احتاج ان أزايد عليه، لكن الكل يعرفه والكل مؤمن بتاريخ هذه المدينة. هذا على مستوى البنية. على مستوى الرياضة بمكناس، الأخ الكبير قدم تشريحا طويلا عن الوضعية الحالية، وأنا سأتطرق إليها في نقطتين قبل أن أمر إلى مداخلتي. الأمر الأول، أنا من الجيل اللي حل عيني على الرياضة وعلى المتابعة للرياضة في الثمانينات، وبالتالي أنا كانت مكناس ديما حاضرة عندي مختلف الرياضات. أتذكر السباحة، أتذكر كرة الطاولة، أتذكر كرة الطائرة، أتذكر بالإضافة إلى كرة القدم التي لا يمكن المجادلة فيها. نأسف أنه الآن نتحدث عن واقع وأزمة في الوقت اللي كاين هناك تراكمات على المدينة هذه في الجانب الرياضي. وأكثر من ذلك، معلومة ممكن أنكم تأكدوا منها، هو أنه قد يكون مكناس بجميع فروعها وأنواعها الرياضية الأكثر تتويجا في المغرب. هذه يتوجه البحث فيها. علاش؟ لانه على مستوى الفروع كانت هناك ارقام كثيره، وماشي في الذكور فقط وانما حتى في الاناث، وانتم تعرفوا الاناث في الرياضات اللي هما بارعين فيها هنا في مكناس. اذا هذا الرصيد هذا ربما لا يتوجب ان يضيع. الجانب الثاني وهو اللي بهم مكناس، انا دائما في الاطلاله ديالي على بعض الجوانب التاريخيه من الرياضه في المغرب والبحث ما قبل الاستقلال، تنكتشف انه ديما مكناس كانت حاضره رياضيه قبل الاستقلال. تنقولوا لي جدام، تنقولوا لايستاف، تنقولوا رشد الكناسين بعد الاستقلال، هذو كلهم كانت يعطوا اشاره بان هناك قطب رياضي هنا بالمغرب موجود في مكناس. اكثر من ذلك كنتعمق معكم اكثر ونقول لكم بانه تنصيب وثيقه ربما كنتمنى نتلاقى السي قاسم بنونه الله يرحمه، كان يقدر يتذكر هذه ويعطي واحد التفصيل فيها. هو انه مكناس من ضمن 5 مدن 1900 فبراير 1941 اللي حضرت بزياره من طرف وزير التربيه والشبيبه والرياضه الفرنسي جون بوروطا، اللي هو هاك الجوار ديال التنس وسبق لي فات برولون كاروس. كان صافطوا الماريشال بيطان فيليب بيطان المغرب وتونس والجزائر. تعرفوا انه كان هناك 5 عصب: عصبه المغرب، عصبه وهران، عصبه الجزائر، عصبه قسنطينه، ثم عصبه تونس. السبب هذه الزياره هذه هو انه فرنسا بعد الاحتلال ديالها من طرف النازيين، من طرف وجيه جدا، اكتشفوا بانه الاشياء اللي سرعت الهزيمه ديال فرنسا 39-40 امام المانيا هو انه غياب الروح الوطنيه والحس الوطني، وما كانش هذاك الايمان بالقدره والدفاع على فرنسا امام النازيين. ومن الاشياء اللي شافوها بانه تقوي الشعور الوطني هي الرياضه، ودار واحد البرنامج من اجل تقويه الحضور الرياضي في فرنسا بما يهم حتى الميتروبول، يعني حتى الدول ما وراء البحار او المستعمرات ديال فرنسا. جا هذا جون بوروطرا باش يدير عمليه ترويج لهذا المشروع هذا اللي هو باش نحطوها كفيصل انه الرياضه في المغرب قبل الاستقلال هناك ما قبل 41 وما بعد 41، لان 41 هي اللي عطات اشياء كثير هنا في المغرب على مستوى الممارسه، على مستوى الملاعب. علاش؟ لان دات واحد الاستراتيجيه هنا في المغرب مموله بشكل كبير وبخطوط واضحه، الى درجه انه دخلت في عمليات ديال دمج الانديه انذاك باش ينقصوا بالكثره ديالهم وكثره التمويل ديالها، دخلت في عدد الانديه اللي خصها تكون في كل مدينه الى اخره. هذا اللي بغيت نقول لكم بانه مكناس كانت بين 5 مدن، ما كانت لا اسفي، ما كانت لا اكادير، ما كانت لا وجده، هذو كلهم ما كانوش. كانت مكناس وفاس والدار البيضاء ومراكش والرباط. يعني باش نعرفوا قيمه مكناس الرياضيه في ذاك الوقت ما تتختارش عبثا. ودار فيها حتى هي مشروع ديال 41 اللي فيه بزاف الاشياء اللي تاسست هنا على المستوى الرياضي بمدينه مكناس. تنقول هذا علاش؟ باش نبين قيمه مكناس الرياضيه سواء قبل الاستقلال او حتى بعد الاستقلال. وتتاسف انه نجيو نهضروا على وجود ازمه في الوقت اللي هنا خصنا نكونوا امام قطب رياضي كبير بمرجعيه تاريخيه وايضا برجاله اليوم. ربما احيانا الرياضه في المغرب كمختلف فروع ككرة القدم او اي
فالآخر ربما يواجه أحيانا بضربات سياسية بهذا المعنى هذا. هناك ما صرح عليه الباحث كاسباريني، هضر على واحد المسألة ديال الرأسمال الرمزي، بمعنى أنه كاين شخصيات تبحث عن الرأسمال الرمزي، قد تكون ذات ثراء فاحش، قد تكون ذات حضور تجاري كبير، ولكن خاصها واحد الرأسمال الرمزي اللي يخليها أنها عندها واحد الحضور وواحد الوزن في المدينة أو على المستوى المغربي. وباش نفصلها مزيان نعطي واحد المثال. من كان يعرف مثلا بودريقة قبل دخول فريق الرجاء رغم أنه من أكبر أثرياء المغرب؟ نفس الشيء بالنسبة للناصري، لم يكن يعرف أحدا قبل أن يدخل رأس الوداد، وبالتالي هو يستمد قوته ورأس ماله من القيمة المادية ديال فريق الوداد أو فريق الرجاء. وبالتالي رغم الثراء رغم الغنى لا يمكن أن يجد فرصة تمنحه ليقف أمام ملك البلاد، أمام وزير الرياضة هنا بالمغرب أو رئيس اللجنة الأولمبية إلا الرياضة. بوطريقة لم يكتب له أن يقف إلا في كأس العالم للأندية 2014 مراكش، وبالتالي ليست هناك فرصة من غير الرياضة. إذا هذا هو الرأسمال الرمزي. مثال بسيط جدا، رئيس فريق من هذا الحجم هذا اللي تيكون عنده هذا البعد هذا وتيقوم بتسيير واحد الفريق، أبسط حاجة هو أنه يفروش يعرفوا البوليسي، هذه كتبسيط العملية باش نعرفوا قيمة الرياضة وقيمة الكرة القدم على الخصوص في تشكيل ذاك الرأسمال الرمزي اللي تتم ربما العبث به أحيانا يتم الإساءة إليه أو يتم الاستغلال ديالو بشكل شخصي. هذا من الأشياء ربما اللي أساءت الرياضة بشكل كبير. وانتم تعرفوا الجيل السابق هو أنه غالبا كانت واحد الظاهرة سابقا مع قرب كل الانتخابات أحد الشخصيات اللي ترشح تاخذ فريق المدينة من أجل ضمان الشعبية وسط مختلف الجمهور ديال المدينة. أمر إلى سؤال: هل لدينا سياسة رياضية هنا بالمغرب؟ أو بمعنى آخر، هل نحن بلد رياضي؟ أم الأمر يتعلق بنفخ إعلامي وربما وهم متشكل لدينا؟ بداية، عندما نقول سياسة رياضية نقصد بها هو رهان حكومي تتبناه الدولة وليس الخواص بطبيعة الحال في حالة وجود أزمة أو محاولة استباق حدوث الأزمة، وبالتالي تكون هناك إشكال الذي يعطينا أنه السياسة في أي مجال، سياسة عمومية في أي مجال تساوي وجود أزمة في هذاك المجال المعين. في المغرب السؤال الذي يطرح دائما تطرح مسألة سياسة رياضية. أنا أقول سياسة رياضية عندها قواعد ديالها، ومن يتحدث عن سياسة رياضية بسبب تحقيق ما حققه المغرب في المونديال أعتقد أنه يتوجب أن يراجع أوراقه، لأنه الآن نحن أمام سياسة كروية وليست سياسة رياضية. وعندما يتحدث البعض عن ما ننجزه على مستوى الدبلوماسية الرياضية أقول هي دبلوماسية كروية، لأنه تغيب باقي الرياضات الأخرى، علما أنه من شروط سياسة رياضية هو أن لا تكون سياسة قطاعية، بمعنى أن لا تنجزها وزارة الشباب والرياضة، أن لا تنجزها جامعة معينة، تأتي جامعة العرب تقول كان عندي سياسة فدمر، لا يمكن. لماذا لا تكون سياسة حكومية؟ بمعنى أنه أنا كوزارة الشباب والرياضة حتى لو في حالة رغبتي أن أنجز سياسة رياضية قد أتقاطع مع باقي الوزارات الأخرى، الإسكان مثلا، الداخلية، الصحة، السياحة، الخارجية. إذا كل هذه القطاعات تجعلنا نقول بأنه يصعب أن تقوم بتنزيل سياسة رياضية في المغرب بدون أن تكون هناك سياسة حكومية في المجال الرياضي وليس سياسة على مستوى الوزارة، وبالتالي هي سياسة فيها تقاطعات وأيضا سياسة متكاملة مع مختلف القطاعات. أعطيك مثالا بسيطا حتى أقرب الأمر. عندما تفتح قانون التربية البدنية تجد بأنه المادة التالية تحدث على أنه تأسيس جمعيات رياضية داخل مستويات الابتدائية للتعليم، وممارسة الرياضية بشكل إجباري، لم يكن هناك اختيار. في القانون 039 راجعوا المادة التالية ستجدون هذا البند: هل تمارس الرياضة داخل مدارس ابتدائية؟ وهل هناك جمعيات رياضية داخل مدارس ابتدائية؟ لا وجود لذلك. وبالتالي هنا نتحدث عن تقاطع وزارة الشباب والرياضة التي أصدرت القانون مع وزارة التربية الوطنية. إذا لا يمكن أن أقوم بسن سياسة مجال معين بدون أن يكون لدي ترابط مع وزارة أخرى، وبالتالي يتوجب أن نصل إلى مستوى سياسة حكومية في المجال. عندما أتحدث عن بناء الملاعب
هناك تداخل الإسكان ووزارة الداخلية، نعلم الدور الذي يقوم بها هذه الوزارة، وبالتالي يصعب أن آتي أنا كوزارة الشباب والرياضة وأضع بندا داخل قانون التربية الوطنية أقول بأنه يتوجب أن تكون هناك مساحات مخصصة للرياضة في كل مدينة وحسب الأحياء. من تكوني أنت كوزارة الشباب والرياضة لتفرض هذا الأمر بدون أن يكون هناك تنسيق مع باقي الشركاء الحكوميين؟ إذا من يتحدث على أنه سياسة رياضية في المغرب يجب أن يراعي هذا الأمر، لأن الأمر لا يمكن أن نتحدث عنه فقط لأن هناك إنجاز كروي، فأحيانا إنجاز كرة القدم يكون بمثابة الشجرة تغطي غابة المشاكل. قد يكون النادي المكناسي مثلا على مستوى فرع معين، نأخذ مثال كرة القدم، متألقا ذات يوم ونقول الرياضة في مكناس بخير. لا يا سيدي، قل بأن كرة القدم بخير، لأن هناك قد تجد فروعا أخرى تعاني بالمغرب. عندما نتحدث عن ممارسة الكرة الرياضية في المغرب ربما قد نفرح جميعا بإنجاز معين، لكن عندما نرى الأمور على حقيقتها نكتشف واقعا آخر. هل يعقل أنه بلد نقول 37 مليون أو 38 مليون لا يوجد عدد في الرخص المرخصين لهم داخل الجامعات لا يتعدى 400,000 بواقع أقل من 1% من مجموع ساكنة المغرب؟ هل هذا الرقم ممكن أن يعطيك إشارة بأنه نحن بلد رياضي؟ إذا كنا نحن بلد كروي مثلا، كيف يقال أن نكون بلد كروي وأن عدد الممارسين لكرة القدم المرخص لهم لا يتعدى تقريبا 84,000 بنسبة 0.2 تقريبا بساكنة المغرب؟ هذا سؤال. وإلا إذا كنت أنا بلد كروي ماذا سأقول على ألمانيا التي لديها 7 مليون مرخص في كرة القدم؟ ماذا سأقول على فرنسا التي الإحصائيات السابقة تقول بأنه 16 مليون مرخص له داخل مختلف الجامعات، ونحن نتحدث 400,000 ممارس في مختلف الجامعات؟ بل إن حتى 400,000 هناك من يسجل فقط لأنه سجل في قاعات الرياضة تيكواندو أو الكاراتيه، ماشي المنافسة وإنه بغى يتدرب، حتى هو يحتسب أحيانا. إذا الإشكال نفس الرجعة الثقافة ديال ربما نفهم الأشياء بطبيعة الحال يعطى قيمة للإنجاز. لا نتحدث على ذلك، لا نختلف على ذلك. الإنجاز هو إنجاز نفرح له جميعا، لكن هناك أحيانا حقائق يجب أن نضعها في خانتها الصحيحة. أمر آخر، عندما نقول هنا سياسة في المغرب أقر بأنه إلى غاية الآن، منذ الصفر إلى غاية الآن، لم تكن لدينا سياسة رياضية واضحة المعالم. كانت هناك قطائع بين فترة وفترة أخرى تغطيها أحيانا إنجازات عابرة. قد تأتي 84 ونقول نحن البلد الرياضي الكل يلتفت إلينا، إلى درجة أنه المنجرة المدينة الجراح المنجرة قال في أحد المقالات العلمية التي أنجزها، قال بأنه كيف يعقل أن نقول على بلد رياضي ونتحدث عن ذلك النفخ الإعلامي بعد فوز نوال المتوكل وسعيد عويطة في الوقت الذي هناك معايير من أجل أن تنتج أبطالا بما فيها مستوى التعليمي، مستوى الصحة، مستوى الأكل إلى آخره. إذا كانت هناك طفرة ربما استثنائية في ذلك الوقت، دليل أنه النتائج التي تحقق في المغرب هي قطائع، ليست هناك استمرارية، ليست هناك استرسال، وذلك ليس على مستوى المنتخبات ولكن أيضا على مستوى المحلي. عندما قلت بأنه ليس هناك سياسة رياضية في المغرب، فأنا أعني ما أقول من خلال غياب استراتيجية محددة بالأهداف ومحددة أيضا بتوقيت زمني. الإشكال هنا في المغرب حتى في قطاعات أخرى التي تقول بأنه أنجزت لدي سياسة في مجال معين، خذ المخطط الأزرق، خذ المخطط الأخضر. الإشكال هنا في المغرب في جميع السياسات التي تقام هنا في المغرب أن الخطوة الأخيرة في أي سياسة عمومية تتوجه في التقييم. ليفالياسيون لا تنجز هنا بالمغرب، يتم تحديد استراتيجية معينة 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، لكن التقييم لا ينجز، علما أنه في دول أخرى يتم إجراء تقييم موازي لتطبيق تلك الاستراتيجية تفاديا لاعوجاجها أو تصحيح لبعض الأخطاء فيها. وبالتالي عندما نقول تقييم سياسة معينة أو فترة زمنية معينة لدينا 3 أشياء: أن نحتفظ بتلك السياسة، أن نعدلها، أو نحذفها. أي إشكال التقييم ليفالياسيون غير موجودة هنا في المغرب. عندما أقول سياسة رياضية تنبني على عدة أشياء. أبدأ بالأول. هنا بالمغرب لدينا بطبيعة الحال نظام ملكي، ملك اهتمامه بالرياضة وكرة القدم بشكل كبير منذ سواء بوالده أو جده. هذا الأمر مفروغ عليه، ولن أسهب في الحديث عن المناظرات 65 أو 2008، لن أسهب في الحديث عن الدعم المقدم إلى آخره، كل ذلك واضح. نمر الآن إلى مستوى ما هو حكومي. نجد بأن تصريحات حكومية أحيانا
تقول هل المشرفين على هذا التصريح الحكومي يعيشون في هذا البلد أم في بلد آخر؟ وسط الشغف الذي يعيشه الشبيبة هذا البلد نجد بأن حضور الرياضة داخل التصريحات الحكومية دائما تكون بئيسة، وأحيانا تضاف فقرة فقط من أجل الظهور بأنه استحضرنا الرياضة. راجعوا التصريحات الحكومية، سعد الدين العثماني، بكيران، أخنوج، دائما تكون كلها أحيانا من أجل الظهور بمظهر أنني استطعت أن ألم بجميع القطاعات كلها في التصريح الحكومي. أكثر من ذلك حتى ما يجري في التصريح الحكومي من فقرة يتيمة لا يتم تنفيذها لأن تكون ضبابية وتغلب على العموم بشكل كبير. الجانب الآخر هو المتعلق بالبرلمان. عندما ننبش في البرلمان ماذا نجد؟ نجد بأنه هذه القبة السعيدة هي مناسبتية بشكل كبير. لماذا؟ لأن عندما ندقق في اشتغالها على الجانب الرياضي نجد بأنه كل ما تقوم به هو أسئلة كتابية أو أسئلة شفوية أحيانا تغلب على المناسبات، بدليل أنه دائما الدورات البرلمانية لا تتعدى نسبة الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للرياضة 1 أو 2% من مجموع الأسئلة التي تطرح في البرلمان. بل أكثر من ذلك هو أنه أحيانا يرتفع منسوب الأسئلة الشفوية داخل البرلمان من خلال ماذا؟ في حالة وجود أزمة في الرياضة، فينبغي البرلمانيون للظهور بمظهر المتماشي مع الرأي العام الرياضي، وأنه ينقل نبض الشارع من خلال الأسئلة، وبالتالي ذلك ينم عن المناسباتية في التطرق إلى هذا الموضوع. الجانب الآخر هو متعلق بالقوانين الرياضية. البرلمان مهمته المراقبة والتشريع، المراقبة من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية، لكن هناك التشريع عن طريق القوانين. بالله عليكم كيف يعقل أنه صدر قانون 07/86 هو قانون التربية البدنية السابق ولم تعدل فيه ولو فاصلة منذ 89 إلى غاية 2010، رغم أنه الشارع الرياضي يتحدث عن وجود اختلالات في القانون، عن وجود أنه أصبح قانونا متجاوزا، وبأنه كان نسخة طبق الأصل من القانون الفرنسي ديال 1984 مع تشويهه ومغربته. ولا أحد من البرلمانيين طلب في كلمة أو مقترح قانون أن يتقدم مقترح قانون لتعديل فاصلة في هذا القانون. حتى الوزراء الذين تعاقبوا لم يتقدم فيهم ولا واحد بمشروع قانون لتعديل كلمة، وبالتالي كنا نمارس كبرلمان وكوزراء الشباب والرياضة الذين مروا على القطاع كنا نمارس حيفا في حق القانون هو مسير الحركة الرياضية هنا بالمغرب. إذا تحدثنا عن التصريح الحكومي، تحدثنا عن البرلمان، الآن نأتي إلى الأحزاب السياسية. في بلد نسير فيه بنمط انتخابات، بنمط التمثيلية، بنمط إعداد البرامج الحكومية، نجد بأنه الأحزاب هي أضعف حلقة. أتذكر وأنا صغير أنه كانت تجري دوريات لكرة القدم قبل الانتخابات. لماذا؟ من أجل أن يعطينا ذلك الحزب قميصا ونحاول الترويج لذلك الحزب داخل حينا أو في أسرنا بحثا عن ترويج صورته قبل الانتخابات. هذه الأحزاب ظلت على تلك الشاكلة حتى في وقتنا الحالي، ولم تحاول تطوير إمكانياتها لتتماشى مع الواقع الرياضي الذي نعيشه، بدليل أنه برامجها التي تقدمها قبل الانتخابات أحيانا تأتي فارغة من أي إشارة للرياضة. وهنا أعطي مثال: حزب الحركة الشعبية الذي صعد عنه محمد أوزين 2011 لم يتضمن برنامج حزبه ولو فقرة واحدة عن الرياضة. بالله عليكم كيف أنا حزب أقدم مشروعا مجتمعيا أقدمه في إطار برنامج انتخابي ولا أشير إلى الرياضة ضمن برنامج؟ إذا فاش تصعد الحكومة شنو غادي دير؟ أنت ما عندكش برنامج في هذا المجال هذا. النقطة الأخرى وهي أنه أحيانا يتم إضافة فقرات ضبابية وعمومية من أجل الظهور التي تحدث عن الشباب والرياضة. وحتى عندما يقوم حزب أو حزبان بوضع تصور معين حول الرياضة يكون بدون تصور واضح ولا يمكن أن يطبق. وهنا من الطرائف التي وقعت لي هو أنه قبل انتخابات 2016 يتحدث معي واحد الحزب في التليفون، تيقول لي راه حنا جالسين في اجتماع نوجدوا برامج حكومي يعطيني تصور غادي نديروا في الرياضة. هل بهذه الطريقة يوجد تصور حول الرياضة؟ وانت الذي حزب ماذا يسعى دائما وصول السلطة، تصل السلطة تكون عندك برنامج في واحد المجال اللي انت باغي تاخذ فيه الاستوزار. غادي نختم المداخلة ديالي وننتقل للكورونا.
لا بطبيعه الحال لان خصنا نحترموا التوقيت باش تمشي الامور مزيان. غادي يختم بواحد الامر اساسي، وهو انه لو يعرف الفاعل السياسي بانه عن طريق الرياضه تتحقق عده اشياء. الفاعل السياسي حتى الان كفاعل سياسي كفاعل حكومي لم يجب بعد او لم يعرف جواب ماذا نريد بالرياضه في المغرب. هذا سؤال عريض كبير. هذا الفاعل السياسي لو ادرك بانه عن طريق الرياضه بامكان تحقيق عده اشياء، وسألخصهما في اثنين. الامر الاول اللي عشناه جميعا هو انه في الصور ديالنا كان تيجي المقدم للباشا كيدق عليه يقول لك علق الدرابو ديال المغرب في عيد الشباب وعيد العرش. هادشي عشناه. كاع المحلات يدوز عليهم المقدم علق 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 وتعلقها انت شويه. الان عن طريق الرياضه وكره القدم بالخصوص استطاع المغربي انه يفرغ المخازن ديال المحلات من الرايات، واصبحت الرايه رمز لابداء الحس الوطني واعتزاز بهذا البلد هذا. شوف هذه الرياضه وهذه الكره شنو تقدر دير. وهنا غادي نشير واحد النقطه اللي ربما احيانا تتينا في الحديث ديالنا، ولكن ما نشوف الجزء الثاني منها، وهي الخطاب الملكي 97. عارفين هذيك الكلمه اللي قالها في عيد الشباب الراحل حسن الثاني، انه المغرب عرف بنوال وعويطه اكثر مما عرف بملكه الخادم المتواضع. لكن تنسى واحد الجزء الثاني، هو تيقول لك ويتوجب استثمار هذا الانجاز. ربما تبقى حافظين الفقره الاولى، الفقره الثانيه تنساوها. استثمار الانجاز هو اللي خصنا نشتغلوا عليه. النقطه الثانيه في علاقه الفاعل السياسي بالرياضه هو انه المغرب كما عارفين انه سنوات هو ديك الصراع 37 سنه، لان اول مره قدم المغرب بالترشيح ديالو لكاس العالم في 88، وهو تعيش هذا الحلم هذا ديال المونديال. عن طريق الرياضه وكره القدم على الخصوص يقدر يتحقق ما فشلت فيه السياسيون وحتى ايضا البرامج السياسيه. بمعنى المغرب ما تيرهنش فقط على مستوى التنظيم فقط وعلى مستوى احضار المنتخبات هنا، لا، بل انه يسعى من خلال كره القدم والتزامه بتفاضل التحملات ديال فيفا انه يشتغل على البنيه التحتيه ديالو، لانه سيكون ملزما وليس مخيرا. وهنا تعطي واحد النتيجه خرج بها الاستاذ محمد قعاش في بحث سبق ان انجزه بخصوص مونديال 2010، وقال بان المغرب وهو يجهز بنيته التحتيه من اجل تنظيم المونديال سيكسب 14 سنه من التنميه. علاش؟ لانه ما سيبحث عن انجازه في 20 سنه، يعني الوقت القانوني باش ينجز كل ما سينجز سيتم انجازه في 6 سنوات، وبالتالي المغرب سيربح 14 سنه من التنميه. اذا الخلاصه هو انه لو الفاعلين السياسيين يعرفوا قيمه الرياضه، ترويج واحد النماذج جيده، ترويج القيم، وايضا رفع الحس الوطني، وايضا خدمه البلد في هذه المجالات، ربما سيغيرون نظرهم في هذا الامر. نتمنى ما كنتش طولت عليكم، شكرا لكم. احنا اللي كنا كنتمناو على ان الوقت يعني يسمح باكثر من هذا، حتى نستفيد من تجربتي ومن خبرتي